يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. الحمام ساب الحصى بتاعه وقام. انا لاحظت من شويه جيت يعني وانا باكل الحمام لقيت الحصى ده ومفيش حاجه من الحمام قاعده عليه. طبعا في الحاله دي بنمسك الحصى بنلاقيه بارد اهو. الحصى ده بقاله يعني دلوقتي فاضل له مثلا نقول يوم او اتنين ويفك. انا طبعا مسكته بالكشاف وبصيت عليه لقيت لسه الحمام جواه عايش، لان هو لسه متساب من يمكن الصبح بس. طيب حل قص زي ده، مع ان القص ده على فكره حنين جدا، بس هي بتفرق في المواعيد شويه. ممكن يكون مثلا جت ايام برد الحصى اتاخر مثلا يوم ولا اتنين، فهو الحمام عنده حاجه كده سبحان الله يعني بيظبط بيظبط عنده يعني بالايام بالظبط على اليوم ال 18. في حمام ممكن يقعد شويه تاني ويطول، وفي حمام لا، في حمام بالظبط وتلاقيه قام من الحمام زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب ده حله ايه كده؟ هل ان احنا هنرمي الحصى ده وخلاص؟ لا، هنمسك الحل ان انا دلوقتي لو زغلول من ده كان لسه خلاص هيفك من الحصى ده، كنت فكيت الحصوايه وحطيتها للحمام. كان الحمام لما بيشوف الزغلول فك قدامه بيحن وبيرجع تاني، بس طبعا الحصى ده لسه حتى مش نائد اهو زي ما احنا شايفين. حله ايه؟ طيب هجيب زغلول اصغر من اصغر الزغاليل اللي عندي ويكون ماسك نفسه، عشان خاطر حتى لو هما ما قعدوش عليه الزغلول ما يحصلوش حاجه. ده زغلول جعفري اصغر حاجه عندي، هحطه مع الحصى زي كده ونبتدي نرجعه تاني كده اهو بالحمام. ودينا ايه رجعناه كده تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده للحمام. طبعا هقف بعيد دقيقة كده واتأكد ان الحمام مش هيروح يضرب الزغلول. طالما ما ضربوش خلاص يبقى دي كده ايه حاجة يعني حاجة كويسة. يبقى انا هغيب على الحمام مثلا هسيبه في حدود 10 دقايق ربع ساعة وهرجع تاني، لان انا دلوقتي انا مش بتابع الحصى بس، انا برضه بتابع الزغلول، لان الزغلول عندي مهم. اشوف الزغلول قعدوا عليه يبقى كده هيقعدوا على الزغلول ويدفوا الحصى، واول ما الحصى يبتدي يفك اشيل الزغلول ده وخليهم يهتموا بالزغاليل الصغيره. لقيتهم ضربوا الزغلول هشيل الزغلول وابتدي هجرب حاجه تاني في الحصى دي، احطه تحت اي حاجه تاني واكله انا. المهم ان انا برضه هفضل معاهم سنه سنه. بس انا دلوقتي انا عارف ان الجوز ده حضان حلو وحنين، فعشان كده انا عايزهم هم اللي يطلعوه. طبعا انا بجرب يعني سنه سنه وبعديها نشوف حاجه غيره. دلوقتي هم ما ضربوش ولا جيروا عليه. لو الحمام ده لو كان شرس شويه او مش حنين، كنت اول ما يشوف زغلول غريب كان هجم عليه، كان زمان دلوقتي الزغلول ده متعور او حاجه اهو زي ما احنا شايفين. الذكر شايفه وكل حاجه. طبعا الذكر عايز يخلي من بعيد، عايز يخلي يبدا عش جديد مع الطيره وكده، بس هو دي النظره اختلفت، بيبصوا للزغلول وبعدين سنه كده ونبتدي هو بيحاول يفهم ايه ده. بس هو طبعا حنيته بتخليه يروح يقعد عليه. هنسيبه مثلا حسبة 10 دقايق ربع ساعة وهرجع تاني نشوف عمل ايه للزغلول. بصوا انا بعد شوية بعد ما رجعت لقيت الزغلول اللي انا كنت حاطه اللي شفتوه من شوية كان جعفري وكبير شوية. لقيت القص ده لقيته قعد عليه وهيبتدي يلبيه بقى. الزغلول ده كبير قوي، فلو الزغلول ده قعد ياخد لبة منهم مثلا لو قلنا يوم او اتنين، هيجوا بعدين الحصى اللي في الطاجن بتاعهم لما يفك ماشي هم مش هيرضوا يلبوه، لان هيكون ابتدى الحصى اللبة بتاعهم يخشن سنة. او هم بيمشوا بمرحلة كده، يعني يبدأ مثلا زغلول اللبة يكبر معاهم سنة سنة. دايما مفيش يعني ما يقدرش يلبي زغلول مثلا عمر يومين واثنين وثلاثة وبعد كده يرجع يلبي تاني، بتبقى صعبة على الحمام. فانا لما لقيتهم حنينين وقعدوا عليه ورحت الصراحه طلعت فوق لقيت في حصى فاكك لسه جديد اهو زي ما احنا شايفين. رحت رجعت الزغلول الجعفري مكانه اهو هنا اهو تمام تحت اهليه. وبعدين
رحت جبت الزغلول ده الصغير ده، الزغلول ده فاكك امبارح متلبي اهو عشان خاطر لو هم اتاخروا عليه شويه، وخدت حصوايه من تحت دولة، من تحت القص ده اهي، خدت واحده حطيتها تحت التانيين اللي هو بدل الحصوايه دي. كده انا هعمل بالشكل ده، هنخليهم كده الزغلول جنب الحصوايه، هيدفوا الحصوايه دي لحد ما تفك. تمام. والقص التاني اللي انا حطيت تحتيه الحصوايه كده برضو نفس الكلام، تحتيه حصوايه وزغلول برضو زي ده، برضو هيدفوها لحد ما تفك. ممكن تفكوا وارجعهم تاني عشان يبقى العمر مناسب، الزغلولين قد بعض، او لو لقيتهم هم مهتمين بالاتنين فتمام هسيبهم. بس كده دي حاجه بسيطه وتكه بالنسبه ان الاهالي لما بتسيب الحصى طبعا بتبقى مشكله كبيره. ممكن باللي انا عملته ده هتبقى الموضوع مش بالنسبه لنا مشكله. وبرضه هاكد لكم بعدها بشويه هوريكم القص ده وهو قاعد على الزغلول. بس وهو ده المطلوب اثباته. ادي الطيره راحت قعدت على الزغلول وقعدت على الحصوايه. ده كان فيديو سريع، يا رب نكون استفدنا منه، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.